من 150 مليون سنة الأرض كانت تحت سيطرة الديناصورات، كائنات ضخمة ومفترسة زي تيركس والوسوراس كانوا عاملين رعب على الأرض. البحر بقى حاله ما كانش أحسن، بالعكس كان فيه وحوش ما تقلش عن دول خالص. ومن يومين الجيولوجيين اكتشفوا حفرية لأكتر الكائنات البحرية توحش وافتراس في تاريخ الأرض، حاجة عمرك ما شفت زيها قبل كده. مين هو وعامل ازاي؟ تعالوا نشوف. من كام يوم واحد ماشي على الشط في انجلترا لقى عظمة وقع على الأرض وبلغ انه لقى حفرية. فريق من الجيولوجيين راح على المكان وبدأوا تنقيب عشان يشوفوا العظمة دي جاية منين، وبالفعل اكتشفوا ده جمجمة كائن بحري طولها 2 متر. ده طول الجمجمة مش طول الكائن على فكرة، والحفرية محفوظة كويس. الجمجمة فيها 130 سنة ومن الحجم الكبير، واسنانه كان جزء منها بارز عن تجويف الفم بالشكل المرعب ده. والجمجمة دي بتاعت مخلوق اسمه بليوسوراس، عاش في المحيطات من 150 مليون سنة في العصر الجراسي، وطوله كان بيعدي ال 12 متر، وكان عامل قلق جامد في البحار والمحيطات. العلماء بدأوا يحللوا تركيب الجمجمة عشان يعرفوا معلومات أكتر عنه، وطلعوا تقرير إن عضته كانت قريبة في قوتها من عضة التيركس، وضعف قوة عضة التمساح الأمريكي اللي هو عنده أقوى عضة في كل الحيوانات اللي عايشة دلوقتي، وإنه كان بالخصائص دي يقدر يفترس أي كائن بحري تاني عايش معاه في الفترة دي. والفريق اللي طلع الجمجمة بيقول إن أكيد باقي جسمه محفوظ قريب، ودلوقتي بيحاولوا يلاقوه. ودي مش أول حفرية بليوسوراس يتم اكتشافها. سنة 2006 لقوا حفرية منه في النرويج، بس وقتها ما كانش لسه معروف ومفيش أي بيانات عنه، فسموه المفترس إكس، يعني المفترس المجهول. اتسمى بليوسوراس سنة 2012، والحمد لله إن البليوسوراس مش موجود دلوقتي، لأنه كان منتشر في كل محيطات العالم، والقروش الكيوت بالنسبة له عاملة لنا مشاكل دلوقتي، فتخيل ده بقى تلاقيه عايم جنبك. علم الحفريات كل فترة بيكتشف كائنات ما كناش نعرف إنها موجودة وعاشت على الأرض، ومحدش عارف هيكتشفوا إيه تاني. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دوق.